السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة أخبار المملكة العربية السعودية، ونبدأها بالعناوين. تنفيذ حكم القتل تعزيرا في مواطن لترويجه أقراص الإنفيتامين. ضبط وافد لممارسته أفعالا تنافي الآداب العامة في مركز مساج بالجوف. تعليق وزير الشؤون الإسلامية على تعدي مخالف على جامع بالرياض. جمال عارف ينتقد قرارات لجنة الانضباط ويقول: تمخض الجمل فولد فأرا. تصرف جحفلي أمام الجماهير يشعل اشتباكات عقب لقاء الرائد والفيصلي. الداخلية توضح العقوبة التي تطبق على الوافد عند تأخره عن المغادرة عقب انتهاء التأشيرة. ولي العهد يوجه الأجهزة الحكومية بمواصلة الجهد واستشراف الفرص لمصلحة الوطن والمواطن. تعديل مرتقب لفرض عقوبات مغلظة تصل للمحاكمة لمرتكب 20 مخالفة مرورية. القبض على 5 مقيمين من الجنسية المصرية لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج. تغريم إيفان توني على خلفية أحداث مباراة الفيحاء. تغريم يايسلا بسبب تصريحاته بعد مباراة الفيحاء. خلاف بين الهلال وريتشارد هيوز يهدد إتمام التعاقد. تركي السهلي: النصر أوقف تغريدة تهنئة للأهلي. توجه لبيع الاتحاد وإلغاء محتمل للانتخابات. وفي التفاصيل: أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا في مهرب مخدرات بمنطقة المدينة المنورة، فيما يلي نصه: أقدم ناصر بن راشد بن سليمان الوحيش البلوي سعود الجنسية على تكرار ترويج أقراص الإنفيتامين المخدر، وجرى إيقافه وتأييد الحكم ضده وتنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني. هذا. وضبطت شرطة منطقة الجوف بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص وافدا لممارسته أفعالا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. هذا. وعلق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على واقعة التعدي على أحد الجوامع في الرياض، وقال: قامت الوزارة بقطع التيار جاء في اليوم الثاني فأعادوا، ثم قطعوه فأعادوا في اليوم الثالث. وقال: كل متعد على بيت من بيوت الله اتق الله، الله سيحاسبك قبل أن يحاسبك الإنسان. هذا. وانتقد الناقد الرياضي جمال عارف قرارات لجنة الانضباط والأخلاق الصادرة يوم الاثنين بحق عدد من اللاعبين، معتبرا أن العقوبات المعلنة لا تتناسب مع حجم المخالفات. هذا. وشهدت مباراة الرائد والفيصلي أحداثا متوترة عقب صافرة النهاية بعد اشتباكات بين اللاعبين على خلفية تصرف اللاعب محمد جحفلي أمام جماهير الرائد. هذا. وأكدت وزارة الداخلية أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة تصل إلى 5000 ريال والسجن مدة تصل إلى 6 أشهر والترحيل. هذا. وأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن رؤية المملكة 2030 قد أحدثت بفضل من الله وتوفيقه ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود نقلة نوعية في مسيرة تنمية البلاد. هذا. وأعد الأمن العام مقترح لتعديل المادة 74 من نظام المرور بغرض فرض عقوبات مغلظة تصل إلى المحاكمة لمرتكب 20 مخالفة تهدد السلامة العامة بهدف حماية الأرواح والممتلكات في شوارع المملكة.
هذا وأعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على 5 مقيمين من الجنسية المصرية لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بدخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح بالحج، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم. هذا وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قرارا يقضي بتغريم لاعب النادي الأهلي إيفان توني مبلغ 90,000 ريال، وذلك على خلفية تصريحاته بعد مباراة فريقه أمام الفيحاء إلى جانب منشورات نشرها عبر حسابه في منصة انستغرام. هذا وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم توقيع عقوبة مالية على مدرب النادي الأهلي يايسلا، وذلك على خلفية تصريحاته عقب مواجهة فريقه أمام الفيحاء ضمن منافسات دوري روشن. هذا وكشفت تقارير عن تطورات مفاجئة في مفاوضات نادي الهلال مع ريتشارد هيوز المدير الرياضي الحالي لنادي ليفربول بشأن توليه الإدارة الرياضية داخل النادي، وذلك بعد الوصول إلى مراحل متقدمة من الاتفاق بين الطرفين. هذا وعلق الناقد الرياضي تركي السهلي على التصريحات التي أدلى بها بعض لاعبي الأهلي الأجانب وتلميحهم بأن دوري روشن موجه للنصر، وأضاف خلال حديثه أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن مثل هذه التصريحات، مستغربا التصريحات الأهلوية ضد النصر رغم أن الأخير لم يرتكب أي شيء. وتابع الرئيس التنفيذي للنصر أوقف تغريدة تهنئة للأهلي حتى يروا ردة الفعل. عندما رأى ردة الفعل من الأهلوية ضد النصر أوقف التهنئة، وأرى أن هناك إداري مع الأهلي أقحم النادي في نزاع إعلامي مع النصر، والخطاب المأزوم لا يليق بنادي الشعراء والمثقفين. يذكر أن فريق النصر يتصدر دور روشن للمحترفين، فيما فاز الأهلي على ماتشيدا زلفيا الياباني بهدف دون رد في النهائي الذي أقيم أول أمس، ليتوج بذلك بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي. هذا وكشفت مصادر أن صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع وزارة الرياضة يتجهان لطرح شركة نادي الاتحاد للبيع خلال الفترة المقبلة، في إطار تحركات مستمرة لإعادة هيكلة القطاع الرياضي وفتح المجال أمام المستثمرين. ووفقا للمصادر فإن الترتيبات المرتبطة بعملية الطرح قد تؤدي إلى إلغاء انتخابات مؤسسة نادي الاتحاد غير الربحية للموسم المقبل، في خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات الاستحواذ وتهيئة المسار القانوني والتنظيمي. انتهت نشرتنا الإخبارية، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.